هلا والله حبايب، شلونكم؟ اكو ناس فوق. ادخل جوا وانتظرهم. اول ما ينزلون انت تجي بهذا المكان، بيكو كراوش وتنوك واحد، الثاني راح ينزل ويا صاحبه. انت شو تسوي؟ ترجع لي ورا الكفر وبعدها تطلع مشة السلطعون وراح تنوك الثاني بكل سهوله. مثل ما شفت باللقطه الاولى شلون لعبت ضدهم تكتيك. انتوا هم العبوا تكتيك ضد الخصم ولا تستعجلون ضد الخصم. هسه سكواد قدامنا، شلون نبوش عليهم بالشكل الصحيح. قبل لا تبوش تنوك واحد او اثنين حتى من تتقدم يكون عليك الافضليه وتبوش بكل سهوله. هسه واحد نوك فورا تقدم، اكيد صاحبه راح يروح يعالجه. واحد نوك والثاني دمه لو البس البدله الخضراء واخذ هاي جراوند حتى تسيطر على السكواد كله. سكواد واحد ورا الكفر، افتح حارقه وذب عليه. واحد يعالج. اوكي خلصوا دولة. من تنزل بالموت واكو ناس قريبين عليك، شلون تتقدم عليهم؟ انتظرهم يدخلون فايت واستخدم سكه وبوش عليهم حتى انت تكون الطرف الثالث، ومن تبوش ما حد يسمع صوتك وانت تقتلهم بكل سهوله. اوكي واحد نوك فورا فنش وارجع نفس المكان، لان اكيد راح يبوشون جماعته وانت راح تكون مسيطر عليهم قبل يبوشوا لك اصلا. اكو اثنين قدامي، حاول من تنوك واحد لا تفنش، خليه حتى صاحبه يجي يعالجه وانت تفتر لهم من غير اتجاه وراح تقتلهم. اوكي خلصوا ذولا ونزلوا بعد ناس في نفس المكان اللي انا كنت بيه. من الدمجه مو خلاص انا دمجته وهاي راح ابوش له شو ما كان، لا، من تبوش له اخذ هاي جراوند حتى تسيطر اكثر وتقتلهم لو حتى لو كانوا سكواد. هسه هم بالبيت اللي اني ماخذه هاي جراوند، شو تسوي؟ اسحب للبيت الثاني اللي ورا حتى تكون عندك رؤيه. اوكي الثاني نزل، هسه لازم انوق قبل لا ابوش حتى تكون البوشه صحيحه وانا المنتصر بالفايت. اوكي واحد تنوك، تصعد فوق البيت وبعد تشيت على البلكون. هو الخصم هسه وين قاعد يم الدرج، اكيد ما راح يروح يعالج صاحبه لان يدري بالسالفه، بس يروح على صاحبه ينقتل، فهو راح يلزم الدرج وانت تجي بالبلكون وما راح يتوقع منك. من تكون بهذا البيت واكو ناس بالسنتر، تجي من هاي الزلاجه وترجع لي ورا اخر شيء وبعدها تجي كل سرعتك وتقفز على هذا المكان. الخصم وين راح يكون؟ على الدرج. انت شو تسوي؟ تجي تصعد فوق على هذا اللي يم الصندوق وبعدها راح يكون عندك رؤيه واضحه عليه وراح تنوكه، وبعدها من تنوكه راح تنزل له من هذا المكان وتفنشه، وبهيك راح تسيطر على السنتر بكل سهوله. صاحبه اجى، انت تجي تقعد بهذا المكان واول ما تسمع صوته راح يتقرب على الشباك، انت تقوم وترمي وتفتح سكوب وراح يدمج ويروح من ذاك الاتجاه. انت شو تسوي؟ تصعد فوق وتنتظر، واهم شيء تكون مجهز لنيدو. اول ما يصعد تذبه عليه وبعدها تنتظره، اول ما يوصل يمك تطلع له بمشية السلطعون راح تنوكه. اوكي اكو ناس بالعماير غلط تتقدم عليهم مباشرة، حاول تاخذ الجبل وتنوك واحد بعدين تتقدم. هسه واحد نوك والبقية كلهم متفرقين. احسن وقت للبش على الخصم هو هذا الوقت، فورا نروح اخذ العمارة العالية. اوكي هسه الخصم سمعني ودرى بي اني بهذا المكان وجاي يتقدم علي، شو تسوي؟ اول ما يكون قريب عليك تطلع وترجع الجير بسرعة وراح تنوكه. اوكي اكو واحد جواي. من لكه. اوكي سكواد قدامي، حاول تاخذ بيت او كفر بعدين اسمع صوت خطواتهم. اوكي واحد باش، لا تحصر روحك بالبيت، فورا اطلع، راح يجيك الخصم من الاتجاه اليسار ويا تقدم الك تطلع له مشية السلطعون وراح تنوكه، وبعدها تصعد تاخذ بيت حتى تنوك الثاني. اوكي خلصوا ذولا وجاوب بعد ناس، حاول تنوك واحد قبل لا تنزل من البيت.
باشا سكواده، انا شنو رديت اسوي؟ رديت اصعد فوق البيت واسيطر عليهم، يعني اخذ هاي جراوند، بس اللاعب مالتي ما ادري ايش بيه اصعد وينزلني، فقلت خلي اروح اخذ ذاك البيت البعيد حتى يلحقوني واقتلهم. دائما خلي عندك تكتيك قوي ضد سكواد كامل حتى تعرف شو وقت تسحب الخصم وشو وقت تتقدم. اوكي، واحد ناك فورا، تقدم وغير مكانك. من يكون اكو شخص قريب وشخص بعيد، اخلص من البعيد قبل القريب حتى تسيطر على القريب. اشو هذا سكواد كامل ورا وطفر، بس البعيد وين تروح؟ ورا شجرة، يعني وين ما تروح انا كاتلك. هذا ابو السيارة بعد راح يطفر السان هوك. اوكي اكو ناس بريفايف، تعالوا باخذ هذا الجبل. طيب طلع اكو ناس مكمرين هنا، تاخذ السياره وتسويها كفر الك، وبعدها تنتظرهم يبوشوا لك. اول واحد تطلع له من الاتجاه اليسار وتنوكه، والثاني تطلع له عكس الاتجاه اللي انت طلعت فيه بالبدايه وراح تنوكهم بكل سهوله. ليش سويت هاي الحركه وما طلعت بنفس الاتجاه مرتين؟ لان اذا نوك واحد بنفس الاتجاه واطلع للثاني بنفس الاتجاه الاول، هو الخصم الثاني راح يتوقع مني هاي الحركه وبالتالي راح ينوكني. اوكي طلعوا ذولا من الريفايف، خلينا نلحقهم. بس يصير هيك وياك انزل والبس البدله الخضراء وروح على اقرب سطح عندك. اوكي واحد نوك فورا، افتح نيد وذبه على صاحبه. شوف انت وين تسمع صوته ذب النيد على صوته، بس اهم شيء تسوي هاي الحركه بسرعه، لان هو بهالوقت اكيد راح يفتح نيد ويذبه عليك، فانت تغدى بيه قبل يتعشى بيك وتقتلهم بكل سهوله. من الدائره تصير بهذا المكان، واكو هواي ناس حاول تاخذ هذا البيت لان راح تسيطر على الكل. واحد نوك. اوكي واحد رمى علي غير مكانك مباشرة، والثاني نوك. شباب شنو رايكم بالاي مالي؟ اوكي خلينا نتفايت ويا اخر سكواد. تنزل للطابق جوا حتى يبوشوا لك بشكل غبي، وبعدها تصعد فوق وتحصرهم. واحد نوك فورا تقدم. طبعا اني جيت هنا وقفت وفعلت دراع حتى اشوف الخصم وين يروح، بعدين اتقدم عليه. اوكي فعل الدرع. شو تسوي؟ من تتقدم ارمي وامشي اللي قدام. اوكي خلصوا ذولا، خلينا نتفايت ويا اخر ناس. وتفوز الجيم بكل سهولة. وبس والله شباب، تعب تقدروا تعب بلايك واشتراك، واتمنى انكم استفاديتوا من الشرح، واكتبوا لي بالتعليقات شنو الشيء اللي استفاديتوا منه. وبس والله كان وياكم اخوكم برو يونس، احب الخير للكل وانتم هم حب الخير الجميع، وتحياتي لكم جميعا.